نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين النهضة البركانية والرجاء في لقاء كان قوي. رشيد الطوسي، أكيد مواجهة كانت صعبة للفريقين، أعتقد التعادل كان منطقي في هذه المواجهة. فتظهر لي بانه اكيد المقابله كانت قويه، واللي كنشوف انا كفريق رجاء، لان تعرف فريق رجاء احنا جينا على اساس باش نحققوا نتيجه الفوز، وشفتوا بانه من الوهله الاولى وبادرنا للهجومات، واظن بانه سجلنا وكنا نسجلوا. ولكن حتى فريق النهضه البركانيه فريق اللي محترمناه، لانه له مقومات الفريق اللي يقدر يحتل المراتب، والدليل بان المراتب اللي كيحتلها يعني والمنافسه كتكون قويه داخل وخارج الميدان ديالو. الا انه كل شيء يقدر يخطا في كره القدم، وهنا كل المكونات، انا اي واحد كيف ما كان الان، فكنخلي المحللين يحكموا من الخطا، لان فريق الرجاء البيضاوي اليوم اظن بانه ضاعت منا المباراه يعني خارج الميدان. اكيد غتكون منطقيه كما قلت يا سي هشام، ولكن انا كنظن بانه الفوز كان اقرب لفريق الرجاء البيضاوي. فهذه كره القدم، ولكن تظهر لي بانه نبحثوا في التحليل من اخطا. شكرا، اكيد نتمنى كل التوفيق لفريق الرجاء. يعني محمد عزيز، اللقاء كان قوي بين الفريقين، لا النهضه البركانيه ولا الرجاء كانوا كيبحثوا على 3 ديال النقاط. اعتقد يعني مباراه استمتع بها لا الجمهور اللي تابع اللقاء عبر قناه الرياضه ولا الجمهور اللي كان حاضر بالملعب. فبسم الله الرحمن الرحيم، اولا قبل كل شيء تنشكر هذا الجمهور اللي حضر بكثافه. فالمباراه ما كانت سهله، عرفنا الخصم كينتعش في الدورات الاخيره، حققنا نتائج جد ايجابيه. حاولنا اننا نضغطوا على الخصم ونسجلوا الهدف في اول المقابله، مي حتى العكس، وهذا خلانا باش اننا نعيدوا نرتبوا الاوراق ديالنا دوزيام ميطا. فالحمد لله الحمد لله بالظفر ديال الجمهور واللاعبين في وسط الميدان، رجعنا في المقابله وسجلنا هدف التعادل رغم الطرد شويه اللي كنظن كان شويه قاصح، وباش تلعب ب 10 لاعبين امام فريق الرجاء البيضاوي ماشي بالسهل، ونتيجه ديال التعادل كترضي طرفين.